مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة، تأتيكم ضمن ساعة خاصة نسلط فيها الضوء على الحراك الشعبي في العراق، ضمن تساؤلات يطرحها الجمهور الحاضر معنا في الاستوديو أو عن طريق الأسئلة التي طرحت على مواقع التواصل الاجتماعي. نتجه بها إلى قيادات الحراك، إلى الناطقين باسم حراك بغداد الدكتور منير العبيدي، وإلى الناطق باسم حراك ديالى الدكتور أحمد سعيد. أهلا بكما. أهلا أيضا بجمهور قناة بغداد الذي حضر لمشاركتنا في هذه الندوة الخاصة التي سوف تكون على 3 محاور. المحور الأول يتعلق بتطورات الوضع الأمني الخطير الذي هو سمت المشهد الأمني بصورة عامة، سيما في مناطق حزام بغداد. ثم نناقش مع ضيوفنا مشروع الحراك على حدة، ومشروع الحراك في ظل العملية السياسية والانتخابات المقبلة على حدة أخرى. ثم نختم بمناقشة مستقبل الحراك الشعبي في العراق. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نوالي مع ضيوفنا وجمهورنا وأسئلتنا. أرجو أن تبقوا معنا. أشهد أن لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة مع الحراك الشعبي في العراق، ونحن نضعه في مواجهة جمهورنا ومتابعينا عبر شاشة قناة بغداد التي تابعت هذه القضية منذ انطلاقتها. أرحب مرة أخرى بضيوفي أحمد سعيد ومنير العبيدي، وأنتما ناطقان باسم حراك بغداد وباسم حراك ديالى. دكتور منير، أبدأ معك في موضوعة بغداد، هذا الوضع الأمني المتردي. آخر المشاهد هو اختطاف 17 من أهالي منطقة المشاهدة في الطارمية، ثم في الصباح يعثر على جثثهم ملقاة في البساتين. موقف الحراك من هذا التصعيد الذي كان متوقعا وصولا إلى الانتخابات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خرجت الملايين من أهل السنة في العراق رافضة استمرار هذا الوضع، وضع مأساوي، استهداف مكون رئيسي من مكونات العراق، استهداف العرب السنة بشكل استهتار وصل إلى هذه الدرجة. المآسي كثيرة والمجازر كثيرة، آخرها ما حصل في منطقة المشاهدة هذا اليوم، ومن قبل مجموعة ممن يرتدون زي القوات الأمنية، وأنا أعتقد أنهم من القوات الأمنية أو من الميليشيات المنسقة مع القوات الأمنية، وكلاهما واحد. فالمخطط يدار بشكل يعني مضبوط ومرتب من قبل الحكومة وميليشياتها، 4 من الأئمة والخطباء، 1 من شيوخ العشائر، 2 من المدرسين، من عامة الناس. العراقيون يقتلون على قدم وساق الحقيقة. لهذا خرجت الناس، ما خرجت الناس على مود ينطهم فلوس، ولا خرجت الناس على مود يبنى مطار، ولا خرجت الناس على شيء من هذه الترهات. خرجت الناس لإيقاف الظلم، لإيقاف القتل، لإيقاف الإعدامات، لإيقاف الاستهتار بحقوق الإنسان وبإنسانية الإنسان. هذا الذي يحصل في العراق. لذلك أنا أعتقد أن الحكومة اليوم لا ترى إلا 30/4، غير مستعدة، على حساب دماء الناس، على حساب دماء الناس وأمنهم، على حساب وعودة ظاهرة الجثث مجهولة على الهوية حساب أو السيطرة دماء الوهمية، الناس، وعلى حساب التفجيرات، مع سكوت مخزي من قبل بقية المكونات. هاي أنا أقولها بصراحة. يعني المكون الشيعي ليس فيكم من يقول للحكومة كفى قتلا، كفى تصفية، كفى تهجير قسري، جرائم ضد الإنسانية. ما يحصل في حزام بغداد معروف للقاصي والداني، هو تهجير قسري وقتل وإبادة وتطهير طائفي وجرائم ضد الإنسانية، كل ذلك على مرأى ومسمع من كل المكون الشيعي، مرجعيات وسياسيين ومثقفين، وعلى مرأى من المكون الكردي أيضا يرى ما يحصل. لكننا في الحقيقة لم نسمع نهيا أو حرمة أو موقفا يدلل على أنه هناك ممكن تعايش يكون بين مكونات الشعب العراقي. طيب دكتور أحمد، لماذا حزام بغداد تدار الأوضاع الأمنية فيه بهذه الطريقة؟ يعني مقومات الحرب الأهلية التي عاشها العراق، والبعض ربما يختلف مع هذه التسمية ولكنها يعني قد تكون صائبة، لماذا يراد أن تعود هذه المشاهد من جديد، وتحديدا في مناطق حزام بغداد، مشاهد الجثث مجهولة الهوية
ومشاهد السيطرات الوهمية التي تدار من قبل الميليشيات. وربما قاسم المشهداني راح ضحية لهذا المشهد الذي عاد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. طبعا هذا أنا قلت أكثر من مرة أن هناك مشروعا استراتيجيا يختفي لعقيدة يراد منها أن تأخذ الجغرافيا القادمة، الأرض الموجودة الآن، عبورا من إيران إلى دول الخليج. هذه إرادة لاستراتيجيات قد علمت وعرفت. هناك إرادة لتشييع المنطقة، هذه استراتيجية البعيدة الأمد. أما الآن القريبة الأمد وهي خاصة بالحكومة، أنها قادمة إلى انتخابات، وأن الحكومة تشعر بالضعف، وأن إحداث هذه الفوضى قد يطيل أمد الحكومة ويعطيها شعبية عند المواطن الشيعي الذي يريد أن ينتخب. إذا قلنا ربما يقولون لستم بمنصفين، ربما الذي فعلها الإرهابيون السنة، نقول وإن كان الإرهابيون السنة فعلوها فقوموا بالتحقيق النزيه وأخرجوهم لنا وقدموا لنا اطمئنانا أن الإرهابيين السنة قد فعلوها. إلى الآن لم نشهد تحقيقا نزيها ولم نشهد قضاء يخرج الحكم الصحيح. فنحن أمام منظومة كبيرة جدا. كثير من العمليات الإجرامية بحق أهل السنة إلى الآن ما عرفنا من الذي فعلها، بل في بعض الأحيان نحن متأكدون أن الذي اتهم بها ليس هو الذي قام بها لأدلة كثيرة. وبذلك الحكومة الطائفية بمدد من إيران تمضي بمشروعها على حزام بغداد، على ديالى، ثم تمضي إلى الجهة الغربية، ثم تمضي إلى دول الجوار لإمبراطورية شيعية في عقيدتها على السياسيين جميعا. بهذه البساطة يعني يمضي المشروع. يعني لو قلنا بأن معطيات الخرق موجودة في محافظة ديالى أو موجودة في محافظة بغداد، لماذا المنطقة الغربية وهي سمتها سمت المكون الواحد؟ هو يمتلك مقومات المراحل الاستراتيجية، يمتلك مقوماتها. هو الآن عنده أدوات للتنفيذ. يمتلك قوة الدولة الداعمة الإقليمية، يمتلك السكوت الغربي، يمتلك قوة الدعم الحقوقي القانوني داخل البلاد، يمتلك قوة السلاح، يمتلك ضعف السياسي السني، يمتلك ضعف مشروع القتال السني الذي ذهب بنا إلى مناطق مجهولة وأعطينا جيشا من الشهداء. وبذلك هو يمتلك مقومات الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. وهل يمتلك الأدوات الداخلية في هذه المناطق؟ نعم، يمتلك الأدوات الداخلية سواء كان من الشيعة أو السنة. يمتلك كل هذه الأدوات، يمتلك الثروة والمال، يمتلك الترهيب والترغيب، هو يمتلك الأدوات. هذه حقيقة يجب أن نعترف بها. وهم قد وضعوا مخططهم بكل ذكاء وحسبوه حسابا صحيحا. العقيدة التي أرادوها أن تنتشر خاطبوا العالم الغربي بالمصلحية السياسية، وبذلك يسجل لهم نقطة. نحن يجب أن نتكلم اليوم بصراحة. هم يعبرون عن عقيدتهم بطريق السياسة والمصلحة بما تفهمه العقلية الغربية، وبذلك هم الآن يشاطرون أمريكا ويشاطرون الغرب تقاسم المنطقة. وبذلك نحن لما نتحدث عن المفهوم الهوية السنية يريدون أن يكبتوا صوتنا، لأن الهوية السنية لا تمشي عالميا. لا، المشروع الطائفي الإيراني مشى عالميا لأن استطاعوا أن يؤدوا منظومتهم بشكل صحيح بالنسبة لهم يعني. طيب، الحديث عن حزام بغداد بالعودة وأنت ناطق باسم حراك بغداد دكتور منير، هل لهذا الموضوع يعني أبعاد سياسية تضاف إلى البعد الطائفي في عملية تغيير ديموغرافية هذه المدن؟ يعني موضوع تغيير الديموغرافية اللي يتكلم عليه الأستاذ أحمد سعيد في مخطط كبير، هذا جار على قدم وساق من 2003 إلى اليوم، وإن كان تبطأ في فترة وأسرع في فترة، المهم الأمور ماشية بهذا الاتجاه. لكن هناك هدف آخر، خلينا نقول هدف مرحلي للحكومة في زيادة الإيذاء والترهيب والتخويف والتقتيل على المناطق السنية. كل متتبع يعرف أنه حزام بغداد هو عشائر السنة، من منطقة الطارمية إلى منطقة أبو غريب إلى منطقة التاجي إلى منطقة المدائن اليوسفية وما إلى ذلك. يعني أكثر من 3/4 حزام بغداد
هو العشائر السنية الخالصة تقريبا. لذلك مخطط إيذائها وتدميرها، هناك تهجير وتغيير ديموغرافي، وهناك هدف آخر، أنه أنت تبلغ اليأس في هؤلاء الناس والإحباط، بحيث أنه هم بعد ما يقدرون يتحركون باتجاه التغيير، لا بل حتى ما يذهبون للانتخابات، هو اللي عليه أمر اعتقال وعليه قتل وعليه ترهيب وعليه تخويف. كيف يستطيع مثل هذا الشخص أن مثلا يجدد سجل الناخبين مثلا، أو أن يذهب للانتخابات وهو مطارد في كل مكان؟ يعني هذا هدف إضافي لزيادة ضعف السنة في كل المفاصل، ومن ضمنها المفصل السياسي. طيب، يعني حتى نختم هذا الملف بعد تشخيص الملامح العامة إليه، نعود إلى جمهور هذه التغطية، من لديه مشاركة في موضوع مناطق حزام بغداد والوضع الأمني فيها. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية للشيخين الفاضلين. سؤال حول موضوع استراتيجي بالنسبة للحراك، وهو ما هي الخطة الفعلية المتخذة من قادة الحراك من أجل حماية هذا الحزام، ومن أجل، وأيضا هل هناك خيار معين طرحه الحراك قبل فترة وهو خيار الإقليم، هل مطروح الآن بجدية لأن يتبع؟ وشكرا. سؤال آخر ربما من مصعب. نعم. بالنسبة إلى حزام بغداد وإلى التصفية اللي تصير بحزام بغداد، مثل ما معروف أنه حزام بغداد هو أقرب المناطق إلى العاصمة بغداد، وهو أقرب، يعني هو أكثر المناطق تأثيرا على الوضع الحكومي المسيطر على بغداد. ما هي نظرة أو ما هي تحركات والخطط التي يرسمها قيادة الحراك إلى مناطق حزام بغداد، وهل هناك خيارات أخرى غير الخيارات السلمية والتظاهرات ويعني العويل أو الصراخ في وجه هذه الحكومة الطائفية؟ مثل ما معروف أنه الحكومة أو من يقفون على سدة الحكم يمارسون كل أنواع الإرهاب والإقصاء والقمع، وكما معروف أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. فهل هناك خطوات فعلية وجادة لاسترداد الحقوق المغتصبة بالقوة، أم سنبقى سلميين بعد أكثر من سنة؟ شكرا جزيلا. إذن أكثر من مفهوم من مفاهيم الأسئلة التي طرحت الآن إليكما. يشارك الأخوة في الاستوديو المشاركين في الندوة. محمد هاشم المحمدي يتحدث عن هل يتوقع الحراك حربا طائفية في حال استمر هذا الضغط الأمني على مناطق حزام بغداد؟ دكتور أحمد. طبعا هو الأمور تتجه إلى الحرب الطائفية، ولكن الأعقل في المعادلة هو الحراك. الحراك هو الذي منع الحرب الطائفية، ليست الحكومة وليست إيران وليست أمريكا. الحراك هو الذي أوقف الحرب الطائفية بكل تحرشات الميليشيات وتحرشات الحكومة بالحراك وبأهل السنة. مضى الحراك في الطريق السلمي وسجل نصرا بعد آخر. لعل بعض الأخوة والشباب لا ينظر إلى معالم النصر لأنه يريد الحل النهائي في هذه القضية، وبذلك نحن من أوقف الحرب الطائفية، هم ماضون. فإذا اندلعت الحرب الطائفية قطعا لن تندلع من الحراك، ستندلع من جهات أخرى ترتب الحرب الطائفية. طيب، فيما يتعلق بماذا أعد الحراك لمثل هذه التطورات دكتور منير؟ يعني أنا أعتقد أنه حتى موضوع الإقليم، موضوع حزام بغداد ليس لها علاقة بمواضيع الأقاليم وما دستوريا هي غير تابعة للإقليم، غير تابعة للإقليم. هو أني أقول يعني لا تنتظر من الحكومة أن تصلح من موقفها. يعني هؤلاء لا ينفع معهم ميثاق شرف ولا تعهدات ولا خطوات باتجاه التعايش. هم للأسف لا يعرفون معنى التعايش. لذلك احنا قلنا التعايش في العراق بين السنة والشيعة مستحيل إذا بقي السنة ضعافا. التعايش يكون بين قوي وقوي،
أما بين قوي وضعيف هذا ما يسموه تعايش، هذا يسموه ذوبان، هذا يسموه أكل، يأكل بك شيئا فشيئا. فلا تنتظر من الحكومة أن تغير، لازم أنت ترتب وضعك باتجاه القوة، والقوة هي الحماية. كيف نحمي أهل السنة عموما في العراق؟ كيف يحمى أهل السنة في العراق؟ الجيش 90% منا من طائفة شيعي، وراجع قادة الفيالق، راجع الضباط، راجع السرايا، هذا الموضوع منتهي منه. الداخلية أكثر من 95% منها من مكون. إذن هؤلاء لا يحموك، زائد 16 ميليشيا خارجة عن القانون معروفة بأسمائها وأسماء قاداتها، وقادة الميليشيات يلتقون كل يوم مع السياسيين الشيعة ومع قنوات الإعلام. هاي يعني ماكو، ويتحدى الحكومة أن تعتقله. هؤلاء يحمون السنة؟ مستحيل. فالسنة وقلتها سابقا الحماية تكون بحمل السلاح. حرص شركائنا في البلد، وأقولها بصراحة، منذ أن دخل المحتل إلى أرضنا وإلى اليوم، حرص شركائنا في البلد من الشيعة ومن الكرد أن لا يمتلك السنة أي قطعة سلاح مرخص. ممنوع على السنة أن يملكوا سلاحا مرخصا. فالسنة إذا لم يملكوا سلاحا مرخصا يبقون للذبح وللقتل وللإبادة. هناك طريقان أمام السنة لحمل السلاح، أو خلينا نقول لحيازة السلاح. الطريق الأول هو طريق رسمي على القانون والدستور. الإقليم، حرس الإقليم وشرطة الإقليم، وخلي يسمعوها السنة العرب بملء فيه. لا يوجد طريق رسمي تحمل فيه السلاح تحمي السنة رسميا غير موضوع أن تذهب إلى حرس الإقليم وشرطة الإقليم. طيب هذا طبعا غير رسمي لك أن تحمل السلاح على شكل ميليشيا، وحمل السلاح على شكل ميليشيات معناه خطوة باتجاه حرب أهلية لها أول وليس لها آخر في البلاد. وهذا ما يقودنا ربما إلى المحور الآخر المتعلق بمشروع الحراك. أحد السائلين في مواقع التواصل الاجتماعي دكتور أحمد يسأل: هل هناك مشروع واضح المعالم للحراك الشعبي في العراق يتضمن الخيارات التي ذكرها قبل قليل شيخ؟ نعم، هو هذا السؤال دقيق جدا. أن تطلب من الحراك أن يقدم الحماية لأهل السنة، هذا ليس هو من سلطة الحراك. الحراك حشد جماهيري خرج ضد الظلم، لا يمتلك مؤسسات الحل الأمني، لكننا يجب أن نقول ما هو مشروع الحراك بعد أن خرج الحراك. هذا هو السؤال المنطقي الذي يجب أن يقال. الحراك وقف ضد الظلم، لذلك نحن نقول لا بد أن يستثمر هذا الحراك، لأن هذا الحراك شعبي يبقى 100 سنة هو يعبر بهذه الطريقة السلمية. كان هناك مجموعة من مؤصلي الحراك الشعبي قدموا مشروعهم لاستثمار الحراك، لأنهم قرأوا الحراك إلى نهاياته. قالوا ما هذه الحكومة نحن نتوقع أنها لن تعطينا شيئا، وقد تستخدم أسلوب القتل والترهيب. لذلك لا بد أن ينتقل الحراك نقلة أخرى بمشروع الخلاص السني ثم مشروع خلاص العراق جميعا. ووضع ملامح مشروع الحراك، لكن ظروفا داخلية وخارجية، وأقولها وأكررها، منعت هذا المشروع من أن يمضي قدما. ولكن المؤصلين بقوا يؤصلون له، حتى كانوا يظهرون بعض ملامحه في الساحات. حتى الآن وصلت إلى أكثر من المنصات والمحافظات الست، وبدأت هذا ملامح المشروع الإنقاذي تتبلور. قواعد هذا المشروع دكتور، حتى ندخل قواعد هذا في المشروع. هذا المشروع الحراك. أولا هناك إشكال في الواقع السني، أن الواقع السني يرى الحل الفردي من بعد الاحتلال. فمثلا السياسي، كيف ماذا تقصد بالحل الفردي؟ الحل الفردي أن يأتي واجهة وتقول أنا الحل الأول والأخير لكم. واجهة سياسية. السياسيون قالوا نحن الحل الأول والأخير،
ثم مضوا بطريق الانتخابات فلم يقدم لأهل السنة شيئا. والمقاتلون قدموا أنفسهم حلا للعراق. طبعا أنا لا أشك بالنوايا، لكن أتحدث عن الصواب والخطأ. ثم كان القتال السني أودى بنا إلى حكومة طائفية استثمرت القتال. هذه الواجهة الثانية التي قدمت نفسها مشروعا، ثم قدمت مشروع الحشد الجماهيري في الحراك، وسينتهي الحراك كما انتهى المشروع السياسي وكما انتهى المشروع القتالي، لأنه واجهة لا بد أن يخرج من الحراك العمل الجبهوي السني. هذا تقصد أن تجتمع هذه الكل يعني الحلقات الآتية. طبعا الحلقات الآتية. أولا الواجهة السنية الإفتائية السنية، لا نتحدث عن الحيض والنفاس ونواقض الوضوء، نتحدث عن أنها واجهة إفتائية تتحدث عن مظلومية أهل السنة، وأن أهل السنة ظلموا، وأن الواجب الشرعي في داخل العراق وخارجه يجب أن يعاون أهل السنة للخروج من هذا المأزق. بغير هذا لن نقبل إفتاء بعد، لن نقبل. هذا مشروعنا القادم. بغير هذا ما نقبل إفتاء. دماء تمزق، نحن مشروع فداء، نحن قد بدأنا بالتضحية. بغير هذا الإفتاء السني لن نقبل إفتاء لمشروع الحراك. سيتهموننا بكل شيء، كلهم على العين والرأس. ثم الواجهة الثانية، فقط قبل أن نذهب للواجهة الثانية دكتور، هذه الواجهة جدا مهمة. هذه القاعدة هل بدأت ملامحها هذه الحلقة الأولى حلقة الإفتاء، هل بدأت لها ملامح وشكلت حتى لا نبدأ من نقطة الصفر، نبدأ من شيء موجود؟ نعم، انتقلنا من الإفتاء الفردي إلى الإفتاء الجماعي في المجمع الفقهي. إفتاء جماعي يقوم على رأي الأغلبية، ثم أسس لهذا الإفتاء أنه لا يفتي بقضية سياسية إلا يأتي بسياسيين من أهل الخبرة، ولا يفتي بقضية إدارية كالإقليم إلا يأتي بإداريين. إذن وزعتم التخصصات. التخصصات وزعت، وبذلك أخرجنا نموذجا للإفتاء هو بالشرع محترم ومعتبر، وكل الإفتاء الباقي محترم، لكننا نتحدث عن مشروع خلاص أمة. من سيبرز الآن من الإفتاء إذا مضى على الواقع السني يفتي إلى الواقع السني سيكون هو الحلقة الأولى ضمن الحلقات الواجهة واجهات المشروع، وسننجح وإن بدأنا ب10% وإن بدأنا ب30%. نحن لا نقدم صراع الزعامات في الإفتاء، نحن نقدم صراع من يفتي لواقع أهل السنة. هل هناك إجماع داخل الحراك أو داخل السياسي الحلقة السياسية، أو حتى هناك إجماع لدى الأئمة والخطباء هذه الشريحة المهمة على فكرة أن المجمع هو الحلقة الإفتائية المرجعية لأهل السنة؟ نحن الآن لا نطلب هذا. لماذا؟ نحن نطلب أن يثبت المجمع نفسه، أو مجاميع الأخرى التي ستخرج حتى لو كانت مجاميع شبابية تؤصل تأصيلا شرعيا تمتلك قدرة الإفتاء ثم تتقدم إلى الساحة. والله أنا أقول لك دكتور زياد وجميع المشاهدين، أنا كنت قريب من تمثال لينين، كنت أرى لينين وأعجب بشخصيته، مع العلم أن أنا هو مختلف في العقيدة، لأنه أوجد نفسه من الضعف إلى القوة. اليوم نحن لا نطلب الإجماع، نطلب البداية صحيحة ثم تكون تراكميات القبول. المجمع الفقهي لما أفتى بغلق المساجد 400 مسجد غلق في بغداد، في بغداد لوحده، هي في بغداد 400 مسجد غلق، وجمهور عريض من أهل السنة ومن الخطباء بدأوا يتناغمون مع المجمع، لأنه مقوم الثاني للإفتاء أنه في داخل ساحة الميدان، يمتلك مقوم ثاني. يعني تقصد أنه مرابط ومتواجد؟ مرابط، نعم، مرابط، هو موجود مرابط. الثالث في داخل الأزمة. يعني هذه القضية جدا مهمة. الثالث هو داخل المشهد لا يفتي بانتقائية للحراك ولا الواقع السني، هو يفتي بمصلحة، طبعا بمصلحة الواقع السني وبمظلومية الواقع السني. أما الفتوى بانتقائية، أخرج فتوى اليوم بهذا الجانب ثم أسكت ثم أخرج بفتوى بجانب آخر، نحن نتصارح لا نعادي أحدا. هذه الحلقة إذا تم تأسيسها ثم أحدثت تراكمية الكثافة العددية المقابلة لها، أو هو يكون إفتاء قويا يؤثر على الساحة، هو حلقة. طيب ننتقل الحلقة الثانية سريعا. الحلقة الثانية حلقة الحشد الجماهيري. إبقاء هذه الحشود الجماهيرية ليست كل أسبوع، وإنما إحداث عقل جمعي عند الجماهير ومخاطبتها. وأنا خاطبتها في سارية، قلنا لهم إذا قلنا لكم إذا أردنا أن نريحكم ثم تعطونا ممثلي الحراك الإذن بإخراج مظلومية أهل السنة في الداخل والخارج، نعمل مقرات، نعمل مؤسسات طلابية، مؤسسات قانونية، مؤسسات حقوقية، ونحن من سيمثلكم؟ تذهبون ونستدعيكم إلى في أي ساعة، بالشهر مرة، بالشهر مرتين، بالسنة 4 مرات تأتون؟ قالوا نعم، الله أكبر، كبروا. لابد من إحداث حشد جماهيري. متى تم، وأنا أخاطب الجماهير الآن،
إذا قدم لكم هذا المشروع فمتى ما قيل لكم اجلسوا اجلسوا، ومتى ما قيل لكم احتشدوا احتشدوا، لأن حلقة تكمل حلقة الإفتاء السني. هذه الواجهة الثانية. نعم. الواجهة الثالثة أن تؤسس مشروع القوة الأمنية لأهل السنة. قوة أمنية، لنا أدلة شرعية ولنا أدلة قانونية. نوجد مشروع الحماية، لا يمكن إلا أن نوجد مشروع الحماية الموجود فيها. طبعا الحشد اللي قصده أنا قبل هذا حشد جماهيري وإعلامي، يجب أن يكون للحراك حشد إعلامي. ثم لما توجد مشروع القوة الذي يحمي، ليس قوة لقتال الشيعة، حتى لا يقولون قالوا قتال الشيعة، نحمي أنفسنا. رب العالمين أيضا أمرنا أن نحمي أنفسنا. فلذلك لما تجد هذه الحلقة الثالثة تأتيك الحلقة الرابعة، ومن يضيف لنا حلقات أخرى ليست مشكلة، تأتيك الحلقة السياسية. عند ذاك يولد الفرسان السياسيون، وإذا أرادوا أن يزيغوا المخلص ستدعمه هذه الحلقات، والذي ينحرف يعني هذا المصطلح ستؤدبه هذه الحلقات. هذا المصطلح مهم، ربما يعني يتحدث به الدكتور منير. مصطلح جديد، الفرسان السياسيون أو الفارس السياسي. ماذا يقصد الحراك بالفارس السياسي؟ يعني أنا أتكلم دائما ويا دكتور أحمد سعيد، أقول له المنظرين للحراك بدأوا يستخدمون مصطلحات يعني قد تكون جديدة على آذان الناس، وبالأخص المجتمع السني. يعني هو جانا بمصطلح فرسان السياسة أو السياسيون الفرسان، أولئك الرجال الشجعان المخلصين اللي يدخل للبرلمان يدخل أرض معركة، لأن البرلمان هو بالأصل أرض معركة. نعم. على هذه الوضعية برلماننا بالعراق هو أرض معركة، هو هناك جهة متغلبة، رتبت الأمور من المحتل وغير المحتل باتجاه أوراق مرتبة أن يكون هو القوي، والكرد رتبوا أوراقهم. أضعف الحلقات العرب السنة، من يدخلون من يمثلون العرب السنة، وإحنا يقولون اعتذروا عن هذا التقسيم. لا، ما نعتذر. البلد تحول إلى بلد مكونات، انتهى الموضوع. هؤلاء خرجوا بأنهم يمثلون السنة، وأتحدى اليوم واحد يقول من إخواننا الشيعة من ينتخب واحد من السنة، ما حد ينتخب. قد ينتخب من السنة واحد من الشيعة كما حصل في انتخاب اياد علاوي، لأن أهل السنة ما عندهم ذاك النفس الطائفي المحصور، لا جهوي، لكن لزيادة الظلم ولزيادة فصار هذا المكون وصار هذا الحراك. أنا أقول مصطلحات جديدة. الفارس السني، الفارس السني اللي ذكر الأستاذ من موضوع الأركان الأربعة اللي أنا سميتها أركان بناء البيت السني. طيب. وعندما اعتقلت قائد العمليات يسألني يقول شنو النوب مطلعين هاي البيت السني هذا طائفي؟ قلت له لا، اخواننا الشيعة بال2004 سووا البيت الشيعي، ما قلنا طائفيين. اخواننا الكرد سووا التحالف الكردستاني، ما بي ولا واحد عربي، ما قلنا طائفيين او قوميين، لا. فمو كثير على السنة اذا بنوا ورتبوا اوراقهم فيما اسميه انا أركان بناء البيت السني. هذه الأركان يشد بعضها بعضا لكي يكون السياسي اللي هو ركن السياسي غرفة في البيت السني. هذا الركن إذا لقى أركان أخرى تشده وتقومه وتقويه آنذاك يكون أقوى في البرلمان. طيب، لو افترضنا بأن هذا السياسي الفارس السني الآن انتخب وذهب إلى البرلمان، هل هناك ضمان أن الحلقات الأخرى، الحلقة المرجعية والحلقة الحراكية الشعبية، قادرة على أن تضبط إيقاع هذا السياسي الفارس وتبقيه متى تشاء وتسحبه أو تطرده متى تشاء؟ يعني هي المسألة نسبية أستاذ زيد. يعني أنت لا تريد في شهرين أو ثلاثة تكمل البناء، لا. أنا أصارح الأخوة وبالأخص السنة، الأخوة أهل الحراك، أقول موضوع إكمال البناء ترى مش سهل،
الموضوع يحتاج إلى فترة، إلى طول نفس. وما دام أنتم اختارتوا الحراك أن يكون شعبيا سلميا حضاريا راقيا مثل ما صار سنة من السلمية، هاي المفروض على رئيس الحكومة والحكومة العراقية تفتخر أمام أمريكا أمام الغرب. شوفوا شلون عندنا جمهور راقي، ما كسر شيء، ما باك شيء، ما سوى حواسم، ما فجر. لا، الجمهور يخالفك يعني. بس اسمح لي أنا أقول سريعا. مع هيك حكومة لا تنظر إلى الناس بهذه الطريقة، وإنما تنظر بطريقة فقاعات، بطريقة هؤلاء إرهابيين، بطريقة كذا، ارتباطات وأجندات خارجية. لذلك الشخص الذي يسمي نفسه في مواقع التواصل الله ثقتي ورجاء يقول: إلى متى ستبقى السلمية ونحن نؤكل ونذبح ويعتقل الشباب وإلى آخره من هذه العبارات التي هي تجمع على أنه حالة من الاستهجان على بقاء سلمية الحراك لهذه السنة التي مرت عليها. أنا أقول ليستعد أهل السنة لكل الاحتمالات، وأقولها بصراحة: الوضع الدولي والوضع الإقليمي غير مستقر، وكل شيء ممكن في العراق. وبالحقيقة لا يملك العراقيون وبالأخص السياسيين وغير السياسيين صورة لما يحدث في العراق، لا من السنة ولا من الشيعة. الأمر غاية في التعقيد. لذلك نقول بصراحة للعرب السنة ليكونوا على استعداد لكل الاحتمالات، أخذوا كافة الاحتياطات. نحن هل أنتم مستعدون؟ محمد هاشم المحمدي يسأل. نحن كحراك نمضي باتجاه سلميتنا لبناء بيتنا، فإذا اعتدي علينا وكانت الأخرى فنحن ندافع عن أنفسنا. طيب دكتور أحمد، نحن الآن نتكلم عن حلقة الحراك التي أنتم ناطقون باسمها. ألا تعتقد علي المهداوي يسأل بأن زخم الحراك قد بدأ ينخفض؟ وما هو السبيل لإدامة هذا الزخم حتى تبقى الحشود متفاعلة معكم؟ وكما تحدثت في سارية، متى ما تقول لهم تعالوا ارجعوا واخرجوا لأجل قضية ما يخرجون. نعم طبعا هو من الطبيعي أن جمهورا عريضا شريفا مخلصا قد أدى دوره في الحلقة من الحلقات هذه. من الطبيعي أنه يبدأ يضعف ويزداد. في قضية عمر الفاروق ازداد هذا الجمهور، في قضية قاسم أيضا تقبل الله في الشهداء ازداد هذا الجمهور. الجمهور حاضر، ما زال ثابتا ويستطيع. نحن في ديالى أدخلناه إلى المساجد، نحن تعمدنا هذا لأننا لا نستطيع أن نحميه. فلذلك إدامة زخم هذا الجمهور يجب أن توضع له مجموعة أشياء. أنا بالنسبة لي من مجموع الحراك، من ينظر في الحراك، لا أرضى بأن نمضي قدما إلى إدامة زخم الجماهير، لأنها مراهنة صعبة وتحميل الجمهور فوق ما يستحق. يجب أن نمضي قدما إلى المشروع الذي نتناغم نحن والجمهور فيقتنع بالاستمرارية. وليست الاستمرارية المقيدة بكل أسبوع. بالمناسبة قضية القتال السؤال هذا ينظر له من عدة أوجه. أولا، لماذا تسألون الحراك وحده لما لا تقاتل؟ الحراك سلمي. اسألوا من حرم القتال، اسألوا من يمتلك أدوات القتال لما لا يقاتل. طبعا هو في الفتوى في الإقليم يطعن فيه، وفي القتال لا يذهب لمن حرم القتال يسألوا هذا السؤال، يسألوننا نحن. هذه مفارقة في العقل السني. بمفارقة كيف أنا أفتي بقتال وهناك من أفتى بحرمته؟ حلوا لنا هذا الإشكال. امضوا إلى من أفتى بحرمته فليفتي بحله. يحملوننا ما لا نطيق. ألا يكفي أن القيادة المضحية قد ولدت وكان السنة عطاشة لقيادة المضحية؟ هناك يعني جهتان ولدت لأجل تصحيح هذا المسار: جهة الحراك أو حلقة الحراك كما أسميتها، وحلقة المرجعية، مرجعية الإفتاء. هل هاتان الحلقتان كفيلتان بأن تمضي هذه لا بعد. المسألة؟ الجمهور لم يحشد في رأيي أنا ومجموعة من منظري الحراك أن الجمهور لم يحشد بعد بشكل صحيح. تذكر أننا تيار الحراك الشعبي أعلناه مؤخرا. نعم. بعد 5 أشهر من الصراعات الفكرية والداخلية حتى استطعنا أن نعلنه.
هذه السذاجة في أخذ الجماهير إلى النهايات المجهولة لا يقبلها شرع ولا منطق الواقع. لذلك نحن يجب أن نمضي في هذه القضية، قضية إشكال السلمية إلى الآن في العقلية السنية أنها لها حدود قصيرة الأمد. لا يا أخوة، السلمية لها أدلتها الشرعية والواقعية، قد تمضي إلى 5 سنوات. مشروع المدمر للظلمة هو السلمية. ألم يدمر إبراهيم النمرود بالسلمية؟ ألم يدمر نوح قومه بالسلمية إلا بعد أن دعا عليهم؟ ألم يدمر ويستشهد بالثورة الفرنسية التي طالت لسنوات طويلة. هذه مشكلة في التأصيل الشرعي. الثورة الفرنسية والثورات الغربية بدعة لا يجب أن نتبعها، لأنها ثورات تؤدي إلى انهيار البنية التحتية ومسيل الدماء والتصادم، ثم أن الثورات الغربية انتهت إلى تقرير قانوني ودولي وحقوقي. لا يجب أن تكون الثورات دموية، يجب أن تكون سلمية. ونحن في العراق كل الأحزاب العراقية قبلنا قامت بثورات دموية إلا نحن الحراك قد أوجدنا الثورة السلمية. نعود إلى جمهورنا، ربما تأخرنا عليه في التعامل مع قيادات الحراك في مشروعية الحراك أو مشروع الحراك. عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام. سؤال للأساتذة، أنتم تمثلون كيان جديد على الساحة، أو تريدون أن تصلوا إلى أن تمثلوا كيان لأهل السنة. هل ستعتمدون على الانتخابات القادمة أم تجدوها يعني حلا ضعيفا يرغمكم على الاتجاه إلى قضية الرجوع إلى فكرة الأقاليم وتقوية الكيان للمحافظات الستة؟ طيب، سؤال آخر من الأخوة في الجمهور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. بماذا تفسرون دعوة المجمع الفقهي العراقي المرجعية الرسمية لأهل السنة والجماعة الدعوة للإسراع في تحديث سجل الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية؟ وهل سيدخل الحراك السني في العملية السياسية؟ وفي حال دخوله هل سيكون هناك بيت سني واحد يضم جميع الأطراف السنية، أم سيكون الحراك تحت راية واحدة وباقي الأطراف كل من له رايته من أهل السنة؟ سؤال آخر يتعلق بمشروع الحراك قبل الدخول في العملية الانتخابية. تفضل. سؤالي طبعا للشيخ أحمد سعيد، رئيس مجلس الأنبار صباح كرحود في أغلب في تصريح أخير له يقول إن احنا بلجنة التفاوض تفاوضنا مع رئيس الوزراء على أنه سيغلق ملف الاعتصامات خلال الأسابيع المقبلة، لأن أغلب المطالب المعتصمين قد نفذت. نتساءل أي مطالب المعتصمين قد نفذت، وهل تعتبرون أن إنشاء مطار ومصفى هو هذه من حقوق المتظاهرين الذين خرجوا لإحقاق التوازن ونصر المظلومية والإفراج عن المعتقلين؟ وشكرا. شكرا جزيلا جمهور على هذه التساؤلات التي بالتأكيد سوف تأتي ضمن محور الحراك ومشروعية الانتخابات أو الذهاب إلى موضوع الانتخابات. ولكن قبل يعني لازلنا في دقائق ربما مع مشروع الحراك. أم محمد تسأل لماذا تطالبون فقط بحقوق أهل السنة؟ دكتور منير. يعني المكونات الأخرى في البلد هناك من يطالب بها. يعني المكون الشيعي إخواننا هم لهم من يطالب بحقوقهم، لا بل هناك حكومة وجيش وكذا وكذا ومرجعيات وناطقين ويطالبون بحقوقهم. والأخوة الكرد هناك سياسيين يمثلوهم، هناك علماء، اتحاد علماء يطالب بحقوقهم. أصلا هم ما يقبلون احنا نحكي بحقوقهم، هناك من يطالب بحقوقهم. لذلك نحن نطالب بحقوق أهلنا، وقلناها من أول يوم. العراقيون كلهم ظلموا على تفاوت، لكن الظلم ركز على المكون السني أو على العرب السنة أهلنا. لذلك نحن نطالب بحقوقهم. أنا عندي تعليق حول موضوع الحراك. الحراك يعني عقلية السني يطالب ممن يتقدم بالخلاص وهو ساكن. يعني أنت تريد تتعلق بالسياسي، السياسي خلصك. أنت تريد تتعلق بالشرعي، المجمع أو غيره من المفتين يخلصك.
أنت تريد تتعلق بمن يقاتل يخلصك، ما عنده غير هذه الأدوات دكتور بالساحة حتى يعني يلقى حل. ما عنده غيرها، يعني ما عنده غير السياسي اللي يقول كل شيء ما سوى، وغير المجمع يقول أغلق المساجد وبعدين فتحها، أو الحراك الأسئلة تقول بأنه ما سوى شيء. صح. أنا أقول أين دورك أنت؟ يعني أنا أقصد المشكلة مشكلة الجميع، فكل واحد من كل جماهير أهل الحراك يسعى باتجاه المشروع إذا اقتنع به ويشارك ويدفع باتجاهه. لذلك أنا دائما أكتب بالفيس أقول أين الشباب؟ وين شباب أهل السنة؟ وينهم؟ ينبغي أن يكون لهم دور فاعل، خلي يتحركون، يسووا لهم برلمان للشباب، يسموهم قيادات للشباب، يقولون نحن الشباب نريد أن نشارك في بناء المشروع. أنا أقصد فليفكر كل واحد. طبعا هذا ليس تقليلا من أهمية ركن المجمع الفقهي أو الإفتائي، وليس تقليلا من ركن السياسيين، وليس تقليلا من ركن من يحمي المكون، لا، كلها بها بركة. لكن أنا أتكلم مع الجمهور مثل ما تريد ممن تطالب، أين أنت في المطالبة؟ اللي حصل في الحراك تغير في العقلية، تحرك، نقل أقدام. أهل السنة عندما يئسوا وبصراحة من سياسيهم، ويئسوا ممن يحميهم، ويئسوا من الحكومة في إيقاف تجاوزاتهم عليهم وميليشياتها، ذهبوا وتحركوا بأنفسهم. هاي الملايين اللي خرجت لرفع الظلم، هو هذا بداية حياة للمجتمع السني في العراق. ضيوفنا وجمهورنا نذهب إلى فاصل قصير ثم نوالي معكم هذه التغطية، أرجو أن تبقوا معنا. بوقفتكم هذه وبقولكم للظالم يا ظالم إنما تدفعون عقاب الله عن العراقيين جميعا، إنما تدفعون عذاب الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول إذا رأيتم أمتي لا تقولوا للظالم أنت ظالم فقد تودع منها. فقد عادت البهجة والفرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقفتكم هذه أيها الأبطال النشامى. لما التهميش ولما هذا الإقصاء؟ ألم نكن نحن من بلد الرافدين، بلد دجلة والفرات؟ ألم نكن نحن من أبناء مدينة سيدنا علي؟ ألم نكن نحن من بلد موسى الكاظم؟ ألم نكن نحن من بلد الحسين؟ ألم نكن نحن من بلد أبي حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل؟ ألم نكن نحن من بلد الجيلاني؟ ألم نكن نحن من بلد الرفاعي؟ قسما بالذي رفع السماء بلا عمل، وقسما بالذي بعث النبي محمد، لن نتنازل عن قضيتنا، فالمعتقلون قضيتنا والدين قضيتنا. ولا بد لنا أن نستمر حتى يقضي الله أمره. نحن خرجنا لا نرجو إلا حسن النصر أو الشهادة. الغزالية منطقة تستحق، ومساجد غزالية مساجد تستحق أن نضحي من أجلها. أنا حينما أتكلم عن الغزالية أتكلم عن جرح قلبي،
أعتذر لكل أم بكت على ولدها الذي اعتقل. أعتذر عن كل ولد اعتقل لظلم الظالمين. أعتذر لجميع هؤلاء الغزالي، لكن والله قدمنا الذي نستطيع ونقدم الذي نستطيع، لذلك يجب أن نستمر، لأن أصحاب القضية يموتون لكن قضيتهم لا تموت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة فيها الناطقان باسم بغداد وحراك بغداد وحراك ديالى منير العبيدي وأحمد السعيد، وفيها الجمهور وأيضا تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور أحمد يسأل الجمهور ماذا حقق الحراك في السنة التي مر فيها والأحداث التي مرت فيها، لكن سريعا إذا أمكن حتى ندخل في موضوع الحراك والمشروع السياسي. حقق أنه أظهر الهوية السنية، أظهر مظلومية أهل السنة. ماذا عن المكسب المادي أو الذي تحقق ماديا؟ طبعا اليوم حتى تنتصر لابد أن تظهر أشياء. أظهر قادة جدد يضحون ويقدمون أنفسهم مشروعا للتضحية. أوجد الأمل عند أهل السنة أنه إمكانية أن يتحرك السني ويوجد نفسه من جديد. دول القضية، أصبحت القضية عالميا. اعترف بعض الغرب والبرلمان الأوروبي، قالوا كنا نظن أن أهل السنة أقلية، لكن هذه المحافظات وهذه الحشود بانت عليها أنها أغلبية. أنشأ جيلا يستطيع أن يفكر لمشروع الخلاص. أظهر حقيقة الطائفيين وحقيقة الحكومة الطائفية، أظهر حقيقة المؤامرة على أهل السنة. هذه كلها أشياء تذكر، ولو قدمنا حلقة بأكملها ماذا قدم الحراك، لكن حتى لا على يعني مستوى المطالب دكتور، ماذا قدم أصحاب الأخدود؟ ماذا قدم أصحاب الأخدود؟ قدموا أنهم شهداء ماتوا في سبيل الحق، لكن خلدوا في القرآن. أن يطالبني وأنا ضعيف خرجت ضد الظلم. في الحديث أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. في الحديث الآخر فأمره فقتله فنهاه فقتله. ينتهي الحديث أن الذين خرجوا ضد الظلم قد قتلوا، ويمدحهم الحديث. إلى متى العقلية السنية تبقى تفكر أنه إلا النتائج الآنية وتخرج الآن؟ ألا يمكن أن تخرج نتائج مستقبلية؟ لا، نحن نريد أن نصحح هذه الإشكالية في الفهم السني والواقع السني، أنك تطالب حراكا شعبيا ضعيفا مظلوما أن يقدم لك حلا لحكومات سنية ما قدمت لك هذا الحل، لتراكمات قديمة ما قدمت لك هذا الحل. نحن بدأنا مشروع الخلاص، لو غدا ينتهي الحراك ليعلم الجميع أن مشروع الخلاص قد بدأ. ليست هذه مزايدات، هذه حقيقة ستلمس فيما بعد. ننتقل الآن إلى المحور الآخر المتعلق بالانتخابات القادمة. أنت تنتظر مسائل على الأرض، نتائج. نعم طبعا، هي بالتأكيد السؤال ربما حتى يتعلق بالمطالب 13 التي قدمت، ماذا تحقق منها؟ منو اللي ينطي هذه المطالب؟ اللي ينطي اللي يحقق، اللي يتعامل. اللي منو اللي يحقق هذه المطالب؟ نعم الحكومة. نعم. الحكومة لا تعطي. الحكومة لا ترى غير انتخاباتها القادمة في 30/4. إذا ما فائدة الجماهير الموجودة على الآن في الساحة؟ على الجثث، على القتل، على التعذيب في السجون، على الاغتصاب. هي لا ترى إلا أن تفوز بمناصبها وبمكتسباتها. طيب. هو اللي طالب منه التحقيق. أنا طالبت، هو ما حقق. طيب، من هذه البوابة التي ذكرتها الآن ندخل إلى بوابة العملية الانتخابية القادمة، وهذا الاستحقاق المهم الخطر الاستراتيجي لمستقبل العراق ومستقبل أهل السنة بالتحديد. هل الحراك داعم لقائمة معينة، أو هل سوف يساهم في إعادة أولئك السياسيين الذين انشغلوا بمناصبهم ومكتسباتهم المادية على حساب الشارع وعلى حساب المكون؟ يعني الحراك يملك نظرة واقعية لما حصل في العراق. احنا نعتقد انه العراق بعد 2003
رتبت العملية السياسية بحيث يكون أضعف الأطراف فيها من اتفق مع المحتل ولم يقاتله. اخواننا الشيعة ما قاتلوا الامريكان، اخواننا الكرد ما قاتلوا الامريكان، رتبوا اوراقهم بالاتفاق معهم. اللي قاتل الامريكان هاي تسجل للتاريخ بدون مزايدات، اللي قاتل الامريكان وبتشوا الامريكان هم العرب السنة. زين، فالعرب السنة ليسوا ضعافا كما يتصور البعض، لا والله، لكن ترتيب أوراقهم ليست كما ينبغي، فكانت العملية السياسية كلها يكون العرب السنة فيها أضعف الحلقات. إحنا حراكنا سلمي، هناك عقلية عند السنة أنه أنت تقاتل حتى تحصل حقوقك. هذا قد يكون صحيح، لكن إحنا طلعنا شنو؟ حراك سلمي. إذن إحنا قادة حراك سلميين، ما دام سلميين لازم تنهج منهج التغيير السلمي. فنحن ونقولها بملء فينا، السلمي معناه التغيير عن طريق الصندوق. الصندوق بغش، الصندوق في تزوير الوضعية كذا، اي صح معاك، لكن احنا اخذنا طريقة التغيير السلمي. فنحن في الحراك مع المشاركة في الانتخابات، نقطة رأس سطر، داعمين للمشاركة، داعمين باتجاه المشاركة في الانتخابات، واختيار أناس هم مثل ما وصف الدكتور فرسان في السياسة، شجعان ونزيه لا يسرق. هل هذه الشروط التي ذكرها الدكتور منير قبل قليل متوفرة في قائمة فيلجأ الحراك إلى دعمها ويقول يا جمهور أهل السنة انتخبوا القائمة الفلانية أو الفارس الفلاني؟ هو نحن نحتاج إلى فض إشكال. يعني أنا قبل أن أقدم الانتخابات أفض الإشكال الموجود. الحراك لما خرج قد صنع في العقل الجمعي السني أن السياسة وأن الانتخابات والحديث فيهما خيانة، وعلى الحراك أن لا يتحدث لا في السياسة ولا في الانتخابات. لذلك نحن لم نشارك في انتخابات مجالس المحافظات، وقررنا أن لا نشارك في الانتخابات القادمة. نحن لا نشارك، حتى لا يفهم كلام الدكتور منير، كقيادات ميدانية، كقيادات يعني أحمد سعيد لا ينزل مرشح، ومنير لا ينزل مرشح، أهل السنة لا يتحملون، ومحمد حمدون لا ينزل مرشح، وعبد الرحمن لا ينزل. نعم. اتفقنا، ومن يريد من هؤلاء 33 المنتخبين من واجهة الحراك السني التي أعلنت يريد أن ينزل انتخابات يخرج من هذه الواجهة. لماذا؟ لأن أهل السنة لا يتحملون صدمة جديدة. ندخل في العملية السياسية الفاشلة ولا نقدم لهم شيئا، نحن سنمارس الخيانة واليأس لأهلنا. لكن ماذا نقول نحن؟ نقول الآتي: إن لقد أخطئ في حق الحراك لما أعلن أن الحراك إذا قدم لانتخابات مجالس المحافظات هو خائن وعميل. هذا الإشكال أخطئ يعني في حقنا. أرجو إعادة هذه الجملة حتى تكون مفهومة، لأنه يخشى أن يعاد مشهد أن يكون الحراك مطية للانتخابات وأجل استئصال حقوق أصوات الجمهور. الحراك خرج ليأخذ حق أهله، ليرفع المظلومية عن أهل السنة. الحراك يقدم مشروعه. الانتخابات القادمة والموجودة الحراك يراها ليست هي الإنقاذ. وأعيد مرة ثانية على الجمهور حتى يفهم كلامنا، لأن كلامنا وصف دقيق. نرى أن الانتخابات القادمة ليست حلا لمشاكلنا، ليست حلا. نحن نرى العمل الجبهوي، البيت السني نرى أن الانتخابات التي ستصنع في المشروع القادم سنقدم الفرسان السياسيين. الآن قد لا نقدم الفرسان السياسي، لا نستطيع، لكننا نقول جاءت الانتخابات فماذا نفعل؟ يعني هدف إجرائي سريع أمامنا انتخابات، فماذا نفعل؟ إذا قلنا اذهبوا إلى انتخابات سيتهموننا بالخيانة، لأن صنع العقل الجمعي السني بسبب السياسيين الذين فشلوا حاشا بعضهم، وبسبب بعض المتحزبين وأطراف إقليمية لا تريد أهل السنة أن يتقدموا العملية الانتخابية. نحن نقول نحن لا نؤمل أهل السنة على الانتخابات القادمة، ولكننا نقول لهم اذهبوا فانتخبوا. لا نضيع فرصة تأتي قد يكون بها الخير. السؤال مطروح: إذا أنا حرمت الانتخابات القادمة، إذا حرمتها أو لم تعترف بنتائجها، أو لم أعترف بنتائجها، ما هو الضرر المترتب عليها؟ سؤال معروف.
أنا لما أحرم شيء لابد أن أجد ماذا؟ البديل. البديل. أنا بديلي استراتيجي بعيد، واجهة سنية مكونة من 4 حلقات. لكن أجد أن أهل السنة يجب أن يمارسوا حقهم الآن يمارسوه بأخف الضررين. أنا أحرم الإقليم وأحرم القتال وأحرم الانتخابات، فما هو البديل؟ ما هو البديل؟ الإبادة. انهاء أهل السنة كما انتهوا في إيران. 20 مليون سني في إيران انتهوا بسبب هذه الفتاوى، بسبب هذا الموقف المخابراتي الذي أقصاهم. نحن نقول، مشاهدي قناة بغداد اسمعوني، نحن لا نأمل من انتخابات القادمة شيئا، ولكننا سنقول لأهل السنة اذهبوا وانتخبوا لعلنا نجد أخف الضررين أو بعض الفرسان السياسيين. لا تفوتوا الانتخابات. يعني هل بالإمكان أوضح الكلام مال الدكتور؟ نعم، هذا جدا مهم. يعني ألا تعتقد بأن الانتخابات القادمة ربما تكون خطوة لتأهيل سياسيين ليكونوا فرسان للمراحل القادمة؟ يعني أنا أقول للدكتور أحمد، إحنا نريد يعني الجمهور يفهم منا بشكل صريح ومباشر. إحنا عندنا مشروع كبير، مشروع الإنقاذ للعرب السنة، وهو إنقاذ للعراق. ترى تقوية العرب السنة هم ميزان وبيضة القبان في العراق، يشتركون مع الشيعة بكونهم عرب، ويشتركون مع الكرد بكونهم سنة، فهم بيضة القبان. والله لن يعيش هذا العراق بسلام ما لم يتقوى العرب السنة فيه حتى يصير اعتدال. احنا نقول الخلاص النهائي الكبير بإتمام مشروع تقوية العرب السنة. هذا قد يطول سنوات، 4 8، لكن هل الدخول في هذه الخطوة اللي هي يوم 30/4 مهم بالنسبة لهذا المشروع الكبير؟ نعم، حلقات ال4. اي، لأن الحراك مشروع كبير، مشروع إنقاذ، ولا تتخيل أنت الإنقاذ يكون بين يوم وليلة، لا، لكن المشاركة في 30/4 تخدمنا في تقوية وضعنا في هذا المشروع الكبير. أنا أقول نعم. لذلك لما جلسوا مجلس الشورى مال العراق أو الممثلين مال المحافظات ال6، وصار نقاش حول دعم الناس للمشاركة أو عدم دعمها، والبحث عن بديل آخر إذا لم يذهبوا للانتخاب، قلنا لهم بصراحة وصار اتفاق أنه إحنا جايين لتغيير سلمي، والتغيير السلمي يستدعي المشاركة، وصار تصويت، والتصويت كان باتجاه المشاركة ودعم المخلصين والصادقين. لذلك نقول يوم 30/4 خطوة مهمة باتجاه مشروعنا الكبير، لكن حتى ما يضعون الناس آمالهم، شو نقول خطوة بالطريق. فالطريق يا أهل السنة طويل، والطريق يراد لجهود الجميع. إيش قد أهل السنة بالعراق العرب؟ إيش قد؟ 12 مليون. 12 مليون من أهل السنة لازم يشتغلون ليل نهار باتجاه تقوية بيتهم وداخلهم. احنا طلعنا بالحراك نطالب من الحكومة ما استجابت ولن تستجيب، فوين اندارينا؟ اندارينا على ربعنا، على أهلنا، قمنا نبني ونشتغل بأهلنا، لأن كما يقولون العالم قد يشفق على الضعيف ولكنه لا يحترم إلا القوي. إخواننا الشيعة شركائنا بالبلد مدى يشوفونه، إخواننا الكرد مدى يشوفونه، يا عرب يا سنة أنتم ما موجودين في العراق، ما يشوفك لأن أنت ضعيف. قوي نفسك وابني نفسك وجيب الرجال الشجعان، ذاك الوقت من تصير قوي يحترمك الشيعي ويحترمك الكل. هذه الخطوة المهمة التي ذكرها الدكتور منير العبيدي فيما يتعلق ب يوم 30/4 هي الخطوة الأولى نحو اكتمال البيت. قبلها ربما خطوة أشار إليها اليوم المجمع الفقهي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء بأنه دعا وطالب جماهير أهل السنة في العراق بالذهاب إلى تحديث سجلات الناخبين كخطوة استباقية
قبل الخطوة التي تحدث عنها قبل قليل منير العبيدي الناطق باسم حراك بغداد. في المحور الأخير في الدقائق المتبقية جمهور نتحدث عن مستقبل الحراك. هل من سؤال؟ ما مستقبل الحراك بعد الانتخابات في حال رجوع نفس الشخوص إلى سدة الحكم مثل رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ جيد. سؤالي إلى يعني الناطقين الرسميين باسم الحراك. المطلوب من يعني من قادة الحراك الآن توعية الشارع السني والجمهور السني باختيار شخصيات سياسية سنية قوية للمطالبة بحقوق أهل السنة. فهل أنتم يعني مشتغلين بهذا الاتجاه في توعية الناخب السني بانتخاب شخصيات سنية قوية مطالبة بالحقوق؟ عبد الرحمن. السلام عليكم. تكلمتم عن فتح نوافذ جديدة مع العالم الخارجي مع الدول. هل سيكون هنالك تحرك جدي باتجاه القوى الأوروبية أو الغربية؟ سؤال آخر. أبو بصر. دكتور، أنت قلت أن المكون الشيعي رتب أوراقه في فترة من الفترات في حال أنه انشغل المكون السني بإخراج المحتل من العراق. نعم. فلماذا لا تذهبون وترتبون أوراقكم كما رتب أوراق كي لا يفرض عليكم واقع أنتم لا تريدونه كاجتزاء جزء من الإقليم أو أي جزء آخر؟ نعم. أفضل مما تروجون للانتخابات المقبلة. شكرا جمهور. سريعا فيما يتعلق بسؤال قاسم، هل يتجه الجمهور إلى دعم سياسي معين؟ دكتور منير سريعا. أنا أعتقد أنه 80% من ممثلي السنة في الدورتين السابقتين سيسقطون. 80%؟ 80% هذا رأيي الشخصي. رأيي الشخصي مو رأي الحراك. نعم. مو رأي الحراك. 80% ممن مثل السنة في الدورتين السابقتين سيسقطون. 20% ممن استطاع أن يمثل شيئا ما من الحقوق ووقف مع أهله في الحراك وكانت له من الشجاعة والمضي في المواقف، أنا أعتقد ذولا حيعاد انتخابهم. المفروض 80% الباقين، أنا أتكلم عن المكون السني، 80% من المكون السني، 80% من الباقين أعتقد ينبغي أن يتم اختيارهم ممن يوصفون بالفرسان. مستقبل الحراك في حال عودة هؤلاء 80 الذين يعتقد دكتور منير أنهم سيسقطون، في حال جدد لهم وانتخبوا، مستقبل الحراك في حال عودتهم؟ سينتخب اثنان، قسم بالتزوير ويمضي، وقسم آخر استحقاق ويأتي. وهناك من هؤلاء منهم أقوياء يعني يمثلون القضية. إذا مضينا بنفس المنهج الذي مضى به قبل 4 سنوات فإن القوي نفسه إما يقصى أو يستمال. وبذلك نحن لما ندعم ماذا ندعم؟ سؤال كان قد توجه. ندعم كل من يدعم مظلومية أهل السنة وتواجد في ساحات الحراك وساحات الحراك ومطالب ساحات الحراك، سندعمه قضايا المعتقلين وكل هذا سندعمه. ولكننا حينما ندعمه نعتقد أنه إذا دخل البرلمان إما سيقصى مثل ما أقصي طارق الهاشمي والدايني ورافع دكتور رافع وعدنان الدليمي أو أنه سيستمال ما لم يأتي المشروع الذي قلناه. هل سيجرأ الحراك على فضح هؤلاء في حال يعني مضوا إلى هذا الطريق، طريق الاستمالة؟ إذا نجحنا في المشروع وتقوية المشروع، تقوية الواجبات السياسي، تقويته أيضا، وأبقينا الحشد معنا، واكتملت الحلقات الأربعة. اكتملت حلقات 4 بنوع ما يعلم الله في تلك اللحظة سنمارس ضغطا تأديبيا على من ينحرف. هلا الآن أنا أقول لك الحقيقة، التيار الصدري الآن أي واحد ما يستطيع يخرج من التيار الصدري سياسيا، لأنه يمتلك حلقات الضغط. مجلس الأعلى لا يمتلك حلقات الضغط. العالم كله ما في حزب في العالم إلا ويمتلك أدوات الضغط على من رشحه. إذا بقينا بدون أدوات الضغط ولم يخرج مشروعنا إلى الولادة، فلا أعتقد أن القادم مهما كان قويا. هل هذه جزء من ترتيب الأوراق التي سأل عنها محمود قبل قليل، أنكم
لماذا لا تذهبون إلى ترتيب أوراقكم حتى لا تفرض عليكم بدائل لا تتحملون أو يعني عفوا لا تتحملون وزر هذه البدائل التي ستفرض عليكم؟ وهذا السؤال نحن نريده مهم جدا. الآن سؤال: من الذي بدأ يرتب أوراق البيت السني وأوراق العراق؟ لأن أعتقد أن أهل السنة هم يعيدون توازن العراق. من الحراك نحن يروننا شخصيات جاءت ضعيفة لا قيمة لها ولا قدر لها ويتكلم بهذا المشروع. ولدنا من ساحات الضيم والقهر، تقدمنا المشهد في التضحيات. نحن نرتب المشروع، نرتب وننظم المشروع. ألا تروننا وحدنا من يصرخ؟ أين السياسي؟ ليس عندهم مشروع مثلنا. أين الآخرين؟ ليس عندهم الآخرون ليس عندهم مشروع مثلنا. نحن من بدأ المشروع، وإن شاء الله سنمضي في الفضائيات ونرتب هذا، ومن سيأتي معنا نكون قد أعذرنا إلى الله عز وجل. دكتور منير، السؤال الأخير الذي أثاره عبد الرحمن فيما يتعلق ببوابة العالم بعد التقائكم بمبعوث الاتحاد الأوروبي ومسؤول العلاقات، في دقيقة واحدة، هل هذه الخطوة كفيلة بنقل هذه المظلومية وحجم المعاناة إلى الخارج؟ نعتقد أن هاي الخطوة رقم 1، وهناك خطوات أخرى. دعونا إلى مؤتمر في البرلمان الأوروبي، هناك لقاء بعد 2 أو 3 هنا في عمان، وهناك خطوات باتجاه أن يعرف العالم هذه المظلومية. لن نسكت بعد اليوم لا في الداخل ولا في الخارج. لنا من يقول ويسمع ما نقوله، والحمد لله والشكر. إن شاء الله التفاعل مع الأيام يزداد باتجاه هذه القضية المهمة. منير العبيدي الناطق باسم حراك بغداد، أحمد سعيد الناطق باسم حراك ديالى، أشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا في الاستوديو ومشاركتكما في هذه التغطية الخاصة التي تحدثنا فيها وأطلنا فيها كثيرا عن الحراك. شكري للجمهور المتواجد معنا في الاستوديو الذي طرح الكثير من المسائل المهمة والأسئلة التي تدور في خلد الجمهور، الذي أيضا تواصل معنا في مواقع التواصل الاجتماعي وطرح الأسئلة والاستفسارات التي طرحت بين ثنايا هذه الندوة. الشكر موصول أولا وأخيرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم في ندوات أخرى بإذن الله تتحدث عن مستقبل المرحلة القادمة والمخاطر التي تحدق بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.